أهلين حسام. والله اليوم عندنا قدم قفداء روحاء مهملة بالطرفين. بنت عمرها تقريبا 10 سنين. البنت عم تمشي على الطرفين هون هيك، فنحن هيك حالات معقدة يعني بالجراحة الجلسة وحدة ممكن ما تصير، فنحن هلا في جهاز اسمه جهاز الأليزاروف. هذا الجهاز احنا بنحط الجهاز بشكل يتركب على الطرف، هو بوضعية التشوه، والطفلة شوي شوي هي اللي أهل الطفلة طبعا هن اللي بيعدلوا الإجر على مراحل كل يوم، الصبح نص ملي والمساء نص ملي حتى يتعدل الإجر بشكل كامل. ممكن خلال شهر ونص أو شهرين، خلي الجهاز شهر ونص كمان، بعدين بنشيل الجهاز بنحط نفس الفترة بالجبس. في حالات كثيرة سويناها وتحسنت الحمد لله. هون تشوه أشد هون بهاي، طبعا هاي الكيسة لما بنعدل وما عاد تمشي عليها الطفلة تروح لحالها أحيانا. هذا الطرف أشد من هذا بنطول الوتر بميلين من هون وتعديل هون. هلا رح تشوفوا مراحل العملية. العملية كلها تقريبا تعتمد على هاي الطارة، هاي اللي بنلعب فيها، التعديل كله على هاي، فبنثبت هاي وبنرجع نثبت الإجر كله عليها. والله هاي الحالات المهملة، يعني احنا القدم القفداء الروحاء الجلوب فوت من تحت ال4 سنوات، قبل 2 أو 4 سنوات بيصير بالجبس على مراحل بنسميه بونسيتي. أما الأعمار الأكبر بيصير إجباري. الحالات المعقدة هيك المهملة الأليزاروف أنسب حل لها بدون جراحة طبعا، يعني ما نفتح، بس نركب هذا الجهاز بالجهاز يعدله. ايه من أول أسبوع العلاج يصير بالجبسين بدون جراحة بدون كل شيء. كل 10 أسبوع 10 أيام نبدل الجبس، وآخر مرحلة ممكن نعمل خزع لوتر أشيل أو لا. لا شدينا. في حالات معقدة ممكن ننقل العضلة الزنبوبية الأمامية على الإصبع الرابع. هلا نحن تقريبا الخطوة الأساسية بالعملية عملناها. هذا الجهاز له قصة، إنه بالحرب العالمية الجنود المصابين كان بألمانيا أو بروسيا، إنه مشان النقاهة والكذا والهي، ومشان ما يبقوا بالمشفى كثير فصار اخترع هذا الروسي أليزاروف، اخترع هذا الجهاز، صار يركب للعسكري المصاب ويمشي ثاني يوم. هلا بالجراحة ممكن الأعصاب والشرايين ما فيك تعدلها 100% بجلسة واحدة، يعني بصير شلل، بصير نقص تروية. لما مثلا يكون في تشوه انت بدك تعدل 45 درجة مباشرة او كذا، فالشرايين والاعصاب ما تتحمل التعديل، فهي بتعدلك على مراحل. هاي الفرق بين الجراحة والهي. مثلا الجراحة ممكن تعدل ما تقدر تعدل 100%. نحن في تشوه بدنا نساويه، بس هلا هون مثلا العصب والشرايين وكذا واللي موجودين هون او الاوتار ما فيك والله تكسر العظم ترجعه 100%. بصير نقص تروية، الأعصاب تتمطط، بصير في شلل. فبهيك حالات أنت هون عم تعدل ملي، فكأنك عم تطول الشرايين وتطول الأعصاب كلها مع بعض. هلا هيك جهاز تركب هيك، الخطوة الأساسية وركبنا الجهاز. بدنا نركب حلقة هون كنص حلقة على الأصابع، بيكون ركبنا الجهاز. وهلا بنحط هلا نحن بدنا نطول هدول 2 بدنا ننزلها لتحت مشان تطويل الوتر. هدول 2 يطلعوا شي 4 سنتي. حط حلقة، أعطيني سيخ عدري.
هلا نحن هون ركبنا الجهاز. نحن هاي بدها ترفع الأصابع لفوق. هذول اثنين بده ينزلوا الوتر، يطولوا الوتر وينزلوا الكعب لتحت. هذا بده يصلح الدوران الداخلي للإجر هيك. فعندنا ثلاث، هذا سيخ أساسي وهدول سيخين تحت. كل يوم بنحاول نرخي هذه العزقة ونشد هاي، فهي بتاخذ الإجر للأعلى. لما تاخذ الإجر للأعلى بهداك الاتجاه يروح. هاي بنرخي وحدة وبنشد وحدة، فبطالع الإجر لفوق. كل يوم ملي، كل فتلة هاي العزقة تشد الإجر للأعلى ملي. طبعا بالتدريج. نحن نبلش بعد ممكن أسبوع حتى يخف آلام العملية، نبلش فيها يعني نصلح بالتدريج. هلا خلص هذا الطرف، راح نبلش بهذا الطرف كمان. خلصنا العملية بطرفين، حطينا الجهاز، ركبنا الجهاز على الوضع الإجر. عملنا إصلاح شوي يعني بحيث إنه ما يصير ألم عند الطفل لما يكفي. هو راح يصير ألم بس يعني على الحد الأدنى. نحن في براغي عزقات حطينا هون، هاي وهاي الأساسية لتعديل الدوران الداخلي. هدول الخلفيات لتطويل الوتر أشيل، وهذا مشان رفع الطلف نصلح القفد. فالشغل على هذا وهدول الاثنين مبدئيا. ونحن هيك حالات نحن بنراقب الطفل كل 15 يوم 20 يوم، يراجعونا نشوف إذا اشتغلوا صح أو لا. احنا بنعلم الأهل بس أحيانا الأهل ما بيستوعبوا الفكرة 100%. فمشان هيك يعني كل فترة بيراجعونا، كل 15 يوم يجوا. ولما يصير إصلاح كامل نخلي الجهاز على الإصلاح الكامل شهر ونص، وبعدها بنشيل الجهاز وبنحط بنفس الفترة بالجبس إن شاء الله تتصلح يعني. والله الحالات تشوهات الأطفال يعني في تشوهات لازم تتصلح من أول شهر يراجعوا الطبيب. يعني هاي الحالة لو راجعوا الطبيب من أول شهر أو لازم من أول يوم. طبعا طبيب الأطفال هو المسؤول عن هاي الحالات، يطلب استشارة جراحة عظمية، ودكتور العظمية هو اللي بيقرر إنه إصلاح التشوه يصير بعد شهر، بعد 6 شهور، بعد سنة، بعد كذا، حسب تقدير طبيب الجراحة العظمية. الحالات هيك يبلش العلاج من أول أسبوع بصراحة. نبلش نحط جبصين كل أسبوع نغير بين 4 ل 7 جلسات تصلحوا. كل ما بلشنا بكير بصلح، يعني أحيانا في أطفال ب4 جلسات بيتصلحوا خلال شهر يعني. وآخر جلسة ممكن نطول وتر أشيل وبنخلي الجبس 3 أسابيع. وحالات بسيطة يعني وبتتصلح أحسن ما نوصل لهالمرحلة هاي. نحن يعني ما لنا مبسوطين حاطين هالجهاز الكبير هذا على إجر الطفل، ما لنا مبسوطين، بس ما في غير هيك حل يعني. إن شاء الله الناس يتعظوا وما يتأخروا يعني بعلاج أولادهم، وأطباء الأطفال يعني ما يترددوا بطلب استشارة جراحة عظمية، يعني ينقذوا الطفل ويساعدوا الأهل. يلا الحمد لله على السلامة.